بقول لك السيراميك بقاله يومين عامل قلب في قطبي الكره المصريه. واحده مع عمر كمال وواحده معانا النهارده. الزمالك اللي قدم اسوأ مطوشه الموسم دوت من ساعه ما ابتدى، طبعا مع جهاز فني جديد لسه مش عارف اي حاجه في اي حاجه. اول ماتش يلعبه استلم المهمه يوم الاحد، لعب يوم الخميس اول ماتش، لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. الزمالك ابتدى بنفس تشكيل يوم الاحد اللي فات اللي لعب بيه قدام المصري، ما جودش في اي حاجه ولا عدل في اي حاجه. هو قال لك انا هلعب بنفس التشكيل، مش هجازف، مش هعمل اي حاجه لاني لسه بتعرف على الفرقه. دور المسؤولين اللي معاه او دور المسؤولين زي عبد الواحد السيد وزي امير عزمي، لان الراجل اكيد كان بيتابع الزمالك، اللي يقولوا له مين اللي يصلح يلعب ومين اللي ما يصلحش يلعب. الزمالك دخل الماتش انا حاسس ان ده مش الزمالك، ده حد تاني، ده فرقه درجه تانيه. الزمالك اول 10 دقائق، اول 12 دقيقه بالظبط، هو ما راحش على الجون غير بركنيه واتلعبت من زيزو عبقري من قريب واتقطعت، بقت هجمه مرتده علينا. الزمالك ابتدى يدخل الماتش لما دخل فينا الجون، اللي هو بغلطه دفاعيه لحد الدقيقه 97 اللي احنا لعبناها، هي نفس الغلطات الدفاعيه، ما فيش اي استثناءات ولا في اي تغيير فيها. الزمالك خط الدفاع بتاعه وحش قوي، وحش قوي 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 قوي. يعني انا مش عارف الوم على الونش ولا اقول ايه بصراحه. هو الجون مش غلطته، يعني الجون غلطه فتوح اللي المفروض ان هو لعيب ذكي، ودي الحاجات دي هو متعود عليها. غطى الاوفسايد وكمان دخل الجون، يعني باستثناء عواد اللي طلع اي حاجه. يعني عواد قالب بيه انت هتفرد ايدك، لو فردت ايدك اتصدت والله. الناس تتفرج على الجون هتلاقي عواد عمل كده، ما تفهمش ايه دي اصلا. ما ناخدش وقت كتير عشان نتعادل، وتعادلنا بكوره 1-3 تحفه تحفه بامانه. يعني كوره اتلعبت لعمر جابر، عمر جابر على طول لميشيلاك، ميشيلاك لزيزو، زيزو راح عملها لميشيلاك تاني، ميشيلاك كانه بيشوط بالظبط، دي مش عرضيه، لان عشان خاطر اي حد فعلا يحط رجليه فتدخل جون، وده اللي حصل فعلا. غلط الراجل اللي عامل اسيست لاسلام عيسى، ثم يبتدي الزمالك يلعب اللعب البطيء اللي احنا مش متعودين عليه مع الزمالك ده خالص، يعني خالص. الزمالك يبتدي يمسك كوره، دونجا لحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد الونش فتوح دونجا يرجع تاني. تحس ان هم عندهم زهايمر. وانا لعبت لحسام عبد المجيد، دونجا بيقول كده في نفسه، وانا لعبت لحسام عبد المجيد، ما لعبتش صح، ارجع لحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد برده انا ما لعبتش للونش صح، طب العب للونش، وهكذا. استحواذ سلبي جدا لدرجه ان انت مش عارف تقطع التكتلات الدفاعيه. انا عندي استفسار بس، هو ميشيلاك يطلع ليه؟ الراجل عامل شوط اول حلو قوي، حلو قوي قوي، وهو سبب في ان الجون ان احنا نتعادل. يعني الراجل بيطلعه بناء على ايه؟ يعني انا مش فاهم بصراحه التغييره ديت اللي هي شقلبت لي دماغي خالص. المفروض ان طبعا عشان شحاته ينزل وتعمل تكمله، لان زيزو وميشيلاك ما كانوش بيرجعوا، مع ان ميشيلاك انا شفته كذا كوره بيدافع فيها، ما اعرفش جروس تقريبا كان بيتابع حاجه ثانيه غير اللي احنا شايفينها، وراح منزل محمد شحاته. انا عايز اقول اللي لولا حسام عبد المجيد تقريبا اقسم بالله هو كان عامل نفسه ليبرو يغطي فضايح الونش عامل فضايح يا جدع. ده انا بعشق الونش، قضيت خرجني عن الدنيا كلها. ايه الفضايح دي؟ ايه دي؟ طب خلاص يا جدع نزل المسلوسي، الراجل لسه راجع من الاصابه، اديله نص ساعه دخله في رتم الماتش، انما ايه اللي انت سايبه لنا في الونش ده؟ صراحه ماتش للنسيان حرفيا. المفروض جروس يبتدي يفرد او يحط ايده على الفرقه، عشان الماتش دوت استحاله يكون بحطه ايد جروس، استحاله. مفيش لمسه لجروس في الماتش، مفيش. يعني الراجل ده احنا لو كنا بنلعب باحمد مجدي كان هيبقى ماتش احسن من كده. طبعا مش هحكم عليك من اول ماتش، بس يا ريت تحط ايدك على الفرقه، تبتدي تعرف اللعيبه، تبتدي تعرف مين اللي كان بيلعب اساسي. ده بناء على لعيبه تنزل ناصر ماهر، واصلا مين اللي قال لك ان هو جاهز انه يشارك؟ الراجل اصابته تضاعفت، والراجل اساسا ما كانش جاهز ان هو يشارك. مش عارف بصراحه التأليف دوت اللي عمال يحصل في التشكيل وفي لعيبه نادي الزمالك والهري ده. امين عمر ارحم ميتين ابونا، انت يا جدع ما بتديناش حقنا حتى يا جدع. ده بيلين، ده الراجل قال انا الجون مثلا، فانت قلت لا سماح يا جدعان، ده الراجل قال انا الجون، ده احنا لينا بيلين رسمي. انا بصراحه مش عارف. نجم الماتش بالنسبه لي عند سيراميكا بسام اللي شال بلاوي بصراحه يعني.